اجوا مسا مردو ثنايد بغداد وذخزوا ياحا مقعلة كثاود محورة دكتور روبن شمويل حشد هكاري مطيلة هذا زوياحة كو دخل أخني كديرخا مقمن حثوالا خا عذا دقيمة دمارا ومبثر هذا بتاويلا خا زوياحة خنا دخا من داني ماخور بغداد الجوغ ذا فرسيلا انه تايبا مقر وخماد ايبا لان ماد بشتيلا من بهذا اثر لشانه ومردوثه وامنه فكمنتدى بغداد الثقافي او مسا مردو ثنايد بغداد بيشخ مقر وخماقد ايبا لتلن لا دعم من حزب لا دعم من ايتا لا دعم من ولخا اخني خاك مع ليميخ كمشيت اسخلد هذا مسا وكيخ مقر وخ اني اذ وانشطه وزوياحه ورمشي محراي وبيشخ هل يعني ما قد ايبن بيشخ مقر وخ باني انشطه بصوره عامه لان ما دق رابط لن باذي ارى ضميري لشانا نينا واني انشطه كوذخ. نجتمع اليوم لنحتفي لا بكتاب فحسب بل بمسيرة من العطاء الثقافي والفكري وبتجربة إنسانية نادرة حملت الحبر لتكتب التاريخ وحملت اللغة لتوقظ الذاكرة. ديوان شعري هو الثاني لمؤلفه ويحمل عنوان ألم هكاري وصل. نحتفي به هذا المساء برفقة ضيف يحمل عبق الأدب وعمق الهوية. إنه الدكتور روبن بيث شاموئيل، رجل جمع بين دقة المهندس ورهافة الشاعر وبين المختبرات وعبق المخطوطات، حاصل على 4 شهادات جامعية من 3 دول، من الكيمياء إلى اللغة العبرية ومن السريانية إلى آدابها. تنقل بين بغداد وبيروت ولايدن الهولندية باحثاً عن الجذور ومؤمناً بأن اللغة ليست وسيلة للتواصل فقط بل وطن يسكننا. بدأ رحلته في شركة نفط الشمال، لكنه لم يلبث أن استجاب لنداء الحرف فانتقل إلى فضاء اللغة السريانية خبيراً ومعلماً ومحاضراً في جامعات العراق وكردستان ومديراً عاماً للثقافة والفنون السريانية، ثم عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي. ترك الدكتور روبن بصمته في الأدب والترجمة والدراسات النقدية، وحرر وصاغ ونقل النصوص بين العربية والسريانية والإنجليزية، فكان صوتاً منفتحاً على العالم وأميناً على ذاكرة شعبه وهويته. له مؤلفات عديدة ما بين الترجمة والدراسات والشعر والسرد، ومئات المقالات التي نشرت في مجلات أكاديمية ومواقع ثقافية داخل العراق وخارجه. إنه ليس مجرد كاتب نحتفي به، بل هو شاهد حي على رحلة الثقافة السريانية في زمن التحديات، وفاعل أصيل في بناء الوعي وتعميق الانتماء. ويشرفنا في منتدى بغداد الثقافي أن نكون الجهة التي تحتضن هذا الحفل انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية إبراز النتاجات الأدبية وتسليط الضوء على إبداعات شعرائنا ومثقفينا، تأكيداً لدور الثقافة في تعزيز الهوية وإثراء الوجدان. نطلب الآن من الست زينة أكرم أن تقدم دراسة نقدية عن الشاعر المحتفى به، ودراستها بعنوان البنية الأسلوبية في شعر روبن بيث شاموئيل، نماذج مختارة. بداية، كون الشعر هو سلم لظواهر العالم أو الانكشاف الملموس والتجلي المألوف، يتوخى فيه الشاعر إعادة فهم الوجود ومسألة الكينونة لتأسيس رؤية تشمل نظرته نحو العالم. هذا التأسيس للعالم يختلف من شخص إلى آخر.
هذا الاختلاف هو سببه الأسلوب اللي هو الرجل نفسه. لذلك هذه الطريقة اللي يستعملها الكاتب في التعبير عن مواقفه والإبانة عن شخصيته الأدبية المتميزة، لا سيما في اختيار المفردات والتركيب وصياغة العبارات ومن ثم ربطها لتقديم ما يجول داخل ذات الشعر. فالركن الأساس لتأسيس أي قصيدة هو اللغة اللي يتم على أساسها تقديم رؤية مؤثرة يحملها الشاعر عواطفه ومشاعره وأخلاته، فتظهر لنا الصراعات الداخلية والخارجية التي يعانيها، فتكشف لنا عالماً هذا العالم لا ينتمي إلى مجال الأشياء أو الموجودات، بل هو عالم الإنسان. فاللغة بطبيعة الحال خلقت من أجل الإنسان، وعلاقة الإنسان بعالمه كانت معدومة ما لم يكن هناك تواصل. فتقوم اللغة بهدم النمطية الاعتيادية ووضع قوانين وقواعد جديدة تلائم رؤية الشاعر. البنية الأسلوبية تقوم على مجموعة من البنى. هذه البنى هي 4 بنى أساسية اللي هي البنية الصوتية اللي تتكون من الموسيقى والإيقاع، والبنية الصرفية اللي هي مجموعة من الأوزان الأفعال اللي يتم بها القصيدة، والبنية التركيبية اللي تتركب لي القصيدة من مجموعة من الجمل، الصور، الأسباب البلاغية، والبنية الدلالية اللي يتم على أساسها تقديم رؤية شاملة عن أي قصيدة. فنبدي بالبنية الصوتية اللي هي تشمل التركيب الموسيقي والإيقاعي ليكون التدفق والجريان الذي يمنح النص الإيقاع. والبنية الأولى اللي تميز النص الشعري عن النص الاعتيادي. عند 3 نماذج مختارة. النموذج الأول هو من قصيدة أحلام ظلي، يقول فيه الشاعر: لكني لم أتعب من حلمي ولم يبتعد عني ظلي، فكلاهما ينامان معي حتى في رقادي، لذلك سود هي أحلامي كعيون حبيبتي. والنموذج الثاني من قصيدة جمجمة التاريخ، يقول فيه: بين غروب الشمس وشروقها قطمت تاريخ جمجمتك التي كانت بكر جميع جماجم العالم، جردت من جذور كنيستك آلاف السنين طبقا لإرادة الآخرين. في النموذجين اللي قرأتهم إذا نرجع على إحصاء الأصوات اللي موجودة بها يتضح لنا أن الأصوات المجهورة والمهموسة، ملاحظة بسيطة، الأصوات المجهورة هي الأصوات العالية، والأصوات المهموسة هي اللي تحتاج إلى استرخاء وراحة. فالأصوات المجهورة هي الأكثر كثافة وتواترا. يتضح في هذه الأصوات أن صوت اللام هو الأكثر كثافة بالإضافة إلى صوت الميم والنون، حيث دلت هذه الأصوات على التماسك والتوسع بالإضافة إلى الظهور. فلو رجعنا إلى دلالة كل حرف من هذه الحروف وجدناها تحمل دلالة تناسب مقصد الشاعر ورغبته في تقديم فكرة متماسكة ضمن نص يتسع لوعيه وفكره تجاه القضية التي يتحدث عنها. ننتقل إلى البنية الثانية اللي هي البنية الصرفية. في البنية الصرفية تنطلق هذه البنية من كون الهيئة التي بني عليها العمل الأدبي هي عبارة عن مجموعة من الكلمات تم صياغتها من ناحية الحركات والسكون وعدد الحروف وترتيبها. النموذج الأول هو: ظلي وحلمي أيضا يشبهان أعين حبيبتي، أحلامي نائمة بين أضلع تاريخي، وظلي كخطواتي يركض ورائي، وأنت لا زلت تتثاءبين في نومي منذ فجر شمراماتي. نموذج 2: يا نصف الآخر، إذا كنت لا تؤمن بعد بأنني أنت، أو كنت قد أضعت وديعة الأجداد، أو نسيت أن القوش كانت أم الكنائس، وإن غاب عن بالك ما قد غاب، عد إلى جمجمة التاريخ، أو اقرأ جميع كتب الخليقة، ألا تراني أجري في عروق اسمك، ألا ترى يا راعي قد حفر بدم المسمار. النموذج الثالث: ليبحث دمي عن شاربيه، لكن ليبقى بعيدا عن تجار اسمي، وليسكن شهدائي في زوايا الروح، لكن ألا يغدون ملجأ لمجاملي أفقي، وأنا سأنثر حزني على الزمن الماضي وأغسل دقيق عيوني بأهداب الأمل. لو رجعنا إلى النصوص المثبتة آنفا نجد أن الفعل المضارع كان أكثر الأفعال حضورا،
من باقي الأفعال، في حين أن الفعل الماضي لم يكن بالقدر الكبير ظاهرا. يظهر ذلك رغبة الشاعر الكبيرة في التحرر من الماضي والانغماس في الحاضر، لكن هذا التحرر ليس بالتحرر الكامل، فقد أظهرت هذه النصوص إن الشاعر يود التحرر لكن ذاته لا تزال مرتبطة بالماضي، وهذا ما يظهره وعي الشاعر، فبقدر رغبته بالتحدث في صيغة الاستمرار، لكن هذا الاستمرار ليس من الحاضر باتجاه المستقبل بعيدا عن الماضي، إنما هو استمرار من الماضي باتجاه المستقبل ليظهر تفاخر الشاعر الكبير بماضيه، على الرغم من كون الشاعر يفتتح نصه بكم من السكون مرتبط بعنوان القصيدة، إلا أن هذا السكون ليس سوى حالة وقتية تنقل الشاعر مع مخيلة المتلقي إلى آفاق الحركة والتنقل في ربوع الماضي والحاضر بصورة سلسة. ثالثاً، البنية التركيبية. تنقسم هذه البنية إلى التركيبات الواضحة التي ينتجها الشاعر بعد أن يفكر ويتصور، ويختار ليبدأ بتركيب البنى أسلوباً يعكس شخص الشاعر ووعيه وكيفية تصوره لهذا العالم. ففي قوله لا أعرف هل إن الخبز هو الذي يجرني نحو شوارع الضياع، أم إن شوارع المتاهة هي التي تأكل رغيف خبزي، ليس همي من يأكل رغيف خبزي، لكن ألمي هو أني بنفسي آكل مني، صراعاتي جسور النحو وانقساماتي ثماري، ولدت من ذاتي وتنمو في ذاتي. في هذا النموذج يوضح لنا الشاعر كيفية تركيبه لجملة بحسب الموضوع الذي يتحدث عنه. ففي النص نرى الشاعر في حوار ذاتي داخلي يلجأ فيه إلى الجمل الاسمية التي لا تحتاج إلى حركة وقلقلة، إنما سكون يوازي ويواري السكون الذي يعيشه الإنسان لحظة سكونه إلى ذاته والدخول في غيابه بالذات المظلمة، فهو من اللحظة الأولى يظهر تردده وعدم معرفته لما يعانيه، ليبين لنا إن كل ما يعانيه لا يهمه بقدر أنه نفسه يأكل من نفسه، فذاته تأكل ذاته، في إشارة واضحة إلى أن التفكير الكثير وحالة السكون التي كان يعيشها في تلك اللحظة دفعته إلى التفكير بأنه يتآكل من الداخل. في نموذج آخر يقول: أخي ألم يحن الوقت لنهدم جدال أمومة مريم العقيم ونوضح مصالح ضعاف الأفق المنتفعين مستشارو الزيف ومفسدو الأفكار، إذ يغرسون بذورا سامة في بيادرنا ويعاندوننا كل قنوات الوحدة. في هذا النموذج ينطلق الشاعر متسائلا عن الوقت في إشارة واضحة إلى ضرورة الحركة وعدم السكون، وبالرجوع إلى عنوان القصيدة جمجمة التاريخ يتوازى المضمون مع العنوان، فهذا التساؤل يحمل رغبة في التغيير، كون القضية التي يتحدث عنها الشاعر قائمة منذ فجر التاريخ. ليو خزوة تبقى قريشة ولهوجة قريشة بيشة رغولي آموقي سميقي خرياثة مشقياثة رخيقي زوزاني المرواثي شويقي سكنياثة شواوي من كل جيبة خرازة حرامة الريشة سنيقي ومشدلانة مشيخة مشخودي بولاغة إيتا مزيودي بنطراني رامي وتيقي قلبة شني الشمي خفيقي دخية وطريصة بش مزديقي كيل سبرياثي بليل نثياثي طاياثة وشطاري سرول دوخياثي نيشة مواثة غضر القناياثة شميطي خاصة ضر بصيخي زرايا جو آقارا خريخي كساخة زدقي تملكي وشليخي بنايا خي مقصرا تليخي بشخلوبي أوكيانة بريثة صار ششتا مجبكو سيثة خناقة قال بريشة راوي
يترثنا بازكة تزاوي وأخنا شتيقة وخكمة رخيقة وزودة تليقة لويشة شمة كودخ تحاوي فسقانة سرية مكليل زونا مطولت الدمة مشوخ لبلة جونا كلخا النيشة رشيمة مطيلة وأنا كخوي مشمي خويلة زومي وكوزي بإيدي شورة خلمة درشومة خوري ورة شرة رعياني بصوثات سنياني وريدي طميرة دشتة طوراني نشلن طعواني شمطلن قلباني مصيوثة زيبان التشعيثة منطرسي ممتاني وريشاني خنيقة بدوراشة إيقة لتلن نسيونا مأويوثة سريقة هل بدلن مقشري كلي خوراني وبيشلي الخوذي السيرة خلماني مطلقة صوياني خسيرة أغداني خمن كوتاشة ماريرة برقلة كخوة مدنخة العرعاثة تصلبلي اشتقلن قرقومي زدرن أورجاني بملا دنيا رايا نيوطا مرب امواثا هشلي شوطا إذاثة نخراي صوتا جاها مخايم لأخوني وجاها ممخوي جاني لدرغة موثى إنا يدأن كل آفتلو التشعيثة لكني شالا آخ الطيثة بلد ومبقر إن بشالا خضرة وخوطة ولا بيقذن مدري بنوطة لا لث بياشا من دي تمقذن لا لث بنيثة إلا أرقن صمخن الأقل كليا لا بشيرة ولا بليا روخة برشتة برنيا لا بتلخة ولا بجنيا أحمد إيم شوختا قريون قمت لايشن تخارج السيمنا بريالي جو قمثا لخا جو بغداد جو عيدة بورايا سوريا أنا يدن كنشا مخرة يعني جمهور الشعر صيرة وكلها مواثرة ما دخلوا من يعني قلل إديو بغزايا وأخطانا وبريشائي بقت أمر يعني شاموعي تشيرا ين مخرة كثيرة بريشانا من سوريا كثيرة بسوريث شامل أمر من باصور هنا وأنا كثولي قداع وتاتا كثولي خمدي قمت هاوي خدشا قنطة خطر أنا غزايم بأمتن قاروي قراء بش باصورنا بش قللينا من كثاوي وبريشاهيد لشانا ويا خالتا قرطيرا يمردوثا علتا قرطيرا قال كالا خلا سبب ما خورا ين أمانا قال مر إشلي كنوشيا حكمة بودت إذ قال مر إشلي قال ما كان الوتر حساس قد أوكنشا يا ذا مودي برايا قمت يا ذا مودي برايا مودي بارقة دعتي دي إن قاروي لها ولا مردوثة لها ويالا وبريشايد أن عليهم يخافي قالك قاري قالك ما في جاني اليولبانا سبب شاعر تري ستونة اتلي تري أقلافة اتلي خمنا هاولي البدء هاولي مردوثة قرطة ثقافة كبيرة وتري هاولي رخشة ناشاية هاولي شعور إنساني أنا تري مهمة لك أي شعر طبعا باستثناء تويا موهبة وصنعة وخيال إن مندي أنا قايق هدية ماخورة ليما جانك قارئ لبريا ماخورة لها بقرية أبخى رواية رشايد هدية أنا زايما بأثرا بقراء يعني
كتاب الرواية أو الروائيين العراقيين رشاينا شباب رشاية كتاب الرواية فعلا رواية مطيطة ناضجة رواية راقية جدا يعني وبجد فكر منهم بارد يعني بمنا الروايات وكبيرة بصقلي قم خير شنا بغداد وريدو خمكتبة غزالي شمت إبراهيم دولان رواية كبيرة بصقلي بس خمن يعني أو بياش خاصة خمسة ما يترك هنا من ذلك يصير بين زون زود خاصة مقديان تلتخازق حتى شمانة سورايا ديا إن جهوده مشهد الثقافي العراقي قبل الحضور سب أنا مجلد من شعار أو شعار هل أنا مؤمن بأنه الثقافة السريانية ما زالت رافدا رئيسيا في الثقافة العراقية جارك أول وتر ما خخلي وجارك خل نخلي جارك ودخل تفعيل سبب قبل الحضور ما أثوان أثر الحضور أجوا مع الأسف ليه هذا الحضور ديا فأنا أدعو لتفعيل أول حضور الآشوري في المشهد الثقافي والمشهد الفني العراقي. شعر بين نبلنا شعر جوانا بصورة عامة ليلة ما كثوت ليلة مودي كثوت إلى داخي كثوت وهنا زيلا جو بمداخلة خاطر زينة ثولة البنية الأسلوبية فلان شعر أسلوب ديلة فليلة مودي كثبت بالفوق إلى داخل كثبت أسلوب ديوخ يعني من خلال أسلوب ديوخ إذن أول نص الشعري أو الأدبي أو الفن إلى فلان ناشر بدون ما تيرن شمع يعني احنا كلنا يدخ قد ما خوري بكل امواتا بكل الشعوب كل هركي مشادل نقوى كما خبل براتا كما خبل حبيبه دي امر عينك شاكيرنا عينك تومنا عينك حتخنا ان فيري بدر شاكر السياب لم يرى لدي اورخا مري عيناكي غابتا نخيل ساعه السحر يعني مذيله قد عينت مغبت شابيرنا عين دماينا لانت الى جنوخها يقدم يافا بالا أو إلى ديوان مخراية ريانا دي ثوالي وقامة يشمي دالوبي أو متولي شمي بشمت خا غدا من المشخاثي خشتها كارين طيلة وبينت أوضح بغدادي يداها منتدى بغداد ثقافة إلى منتدى خاشت آسا خاثة بين مغزخلة وشت آسا قبني أمتن وبين بأرخة دو وشت آسا مردو ثنايا غدادايا بالط أو خوباطا الدنيا العالمة كلها قد خازيلة ورخدية ميديا هاي بسيمة رابا أني يعني منتدى بغدادي الثقافي هاي بسيمة بعذرانا عم قنطرون ديانا مردوتنايا أطورايا ترتنا أني مشوت أسلون ومشو ركلون بدوا خوباطا وبخشون إيوا خوباطا مسويانا ترعيانا جو حكمة من خوقي منهري المخرة وقمودي جاريك مخرة ساند التري إسي أنقاية تلا مردوثة وخرط رغش أنا عشايا وأنا ما خواري خاثي جاريك قاري جاريك مكتشخيلة جاني جاريك هاويل مردوثة خلانتا قد ماسي كثوي خا قشمة خنص خلانا سب موهوتا الخوذة موهبة الخوذة بدأ إنتاج خنص فقير جرك هوية أي موهبة مصقولة بالدراسة وبالذات الروايات وهناك كتاب رواية العراق إلى من أمهر الكتاب الرواية خدش بياشة في الوطن العربي كم من أمر الشاعر الناشئ الشاعر الشاب جرك يتكئ ويعتمد على الدراسات وعلى طبعا اختمارية الثقافة مهمة جدا حتى يقدر ينتج نص مؤثر في المجتمع ويقدر يحافظ على القيم الاجتماعية في المجتمع. خلينا عنوان كتاب إلى خشة هكاري مطيلة سب أنا قم خشية الصقلي الهكاري وغزالي إنه أخني وخشويق الهكاري وخشويق أي جغرافيا هائلة سب جغرافيا هكاري إلى بالمقارنة يدمي لبنان إن أخنا قم شوق أخلا هذه خالية من الوجود الآشوري خالية من الهوية الآشورية خالية من الهوية السريانية لذيا وناشي لذيا وإتاثا لذيا وشد آسي لذيا وشومندي أخنا شويقالنا أي جغرافيا وجغرافيا إلى بيش خلنتم تشعيتها سب نتلغ جغرافيا نتلغ أرى أتلغ خيلة إن أرى لتلغ خيلة أو نيشي من متيت تشمد كتابي مخراية ريانا خشت هكاري مطيلة